حكيمي فترة متوهجة مع فريقه باريس سان جيرمان، ويحظى بثقة كبيرة من مدربه لويس إنريكي الذي يرى بأن حكيمي هو أفضل لاعب في مركزه على مستوى العالم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لا يختلف اثنان حاليا على أن اللاعب أشرف حكيمي يبدو في قمة مستواه، وأصبح يلفت إليه الانتباه مع مر الأسابيع، وهو ما ساعده على فرض نفسه كورقة مهمة في ناديه باريس سان جيرمان، وبات أساسيا فيه ومن دون منازع خاصة في منصبه. وبفضل تألقه جعل مدربه الإسباني لويس إنريكي لا يتوانى في كل فرصة أن يبدي إعجابه بها ويسهب في مدحه، وقد وصل به الحد إلى أن اعتبره أفضل ظهير أيمن بالنسبة إليه في الوقت الراهن. حكيمي لاعب يمكن اعتباره أفضل ظهير أيمن حاليا، وبالنسبة لي ومن بين اللاعبين الذين عرفتهم لم أجد ظهيرا أيمن أفضل منه، ولكن لديه الوقت للتطور أكثر. إنه يملك إمكانيات هائلة، وفي هذا المسار فإنه يكتشف نفسه كلاعب وكإنسان أيضا، ورغم أنه ما يزال شابا لكن لديه خبرة كبيرة. نحن نريده أن يكون اللاعب النموذج سواء فوق الملعب وخارجه. هو أمر صعب لأنه لا يحدث بالكلام بل بالفعل، وأرى أنه في الطريق الصحيح نحو ذلك. وبفضل تألقه اللافت والمستمر سواء مع ناديه الباريسي أو مع منتخب بلاده، فقد بات الدوري المغربي مطلب العديد من الأندية الكبرى أوروبيا، وحسب العديد من وسائل الإعلام في القارة العجوز فإن كل من أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين تضع ابن المغرب من أولوياتها، وهو الذي تقدر قيمته في بورصة اللاعبين حاليا بأكثر من 60 مليون يورو. لكن البي جي لا يبدو مستعدا للتفريط في واحد من أهم لاعبيها، سواء بالنظر لدوره البارز في المباريات أو لمكانته بين زملائه في غرفة الملابس، ولذلك فالبي جي يسعى حاليا لتمديد العقد الذي يربطه به والذي سينتهي بعد حوالي موسمين. حكيمي es un jugador indiscutible tanto en ataque como en defensa. حكيمي لاعب لا خلاف عليه سواء في الدفاع أو الهجوم، وبإمكانه تحسين الكثير من الجوانب لديه. أمامه مساحة واسعة للتطور، ولأنه يملك اللهفة والرغبة فإنه يعمل بجد لتحسين نفسه. إنه يستطيع اللعب في عدة مراكز، وإن كان قلب الهجوم يبدو صعبا لكن تجده هناك أحيانا ويتمكن من التسجيل. المهم أنه يصنع الفرص للتهديف ويمنح تمريرات حاسمة جميلة، وذلك خلال الموسم الماضي طبعا، ويمكنه التطور أكثر. يعد الموسم الجاري الرابع للاعب أشرف حكيمي مع نادي باريس سان جيرمان، ومعه لعب الدوري المغربي 130 مباراة بين الدوري والكأس الفرنسيين وكأس أبطال فرنسا ودوري الأبطال، سجل فيها 16 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة ساهمت بشكل مباشر في تسجيل زملائه لأهداف في مرمى الخصوم.